السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلام طارق، والنهارده الدرس الخامس في شرح الجلد. ما تستغربوش ان الرابع مش واضح لسه في البرنامج ده بيتعمل له يعني بروسيسنج كده. ان شاء الله هينزل قبل الخامس، يخلص البروسيسنج بتاعه يخلص. المهم، لو عايزين تتابعونا على الفيس تشوفوا كل لو عايزين تتابعونا تشوفوا كل جديد، انا عارف ان معظم بيستخدم الفيس، تقدروا تتابعونا على الفيس. ان شاء الله يكون في صفحة للتويتر وصفحة لجوجل بلس قدام شوية، بس دي عقبال ما يتم الاتنين صفر الفيس. وان شاء الله يكون في الموقع يكون في RSS انا شغال عليه ان شاء الله على XML. احب احب ابشركم ان شاء الله يكون في كورس XML قريب جدا، بس في شويه كورسات يعني هيكون في على الكورسات هيكون موقع الاستيك بعيد عن بلوجر خاص هيتم قفله ان شاء الله. انما في موقع بعيد عن بلوجر خالص، موقع خاص بينا او خاص بالقناه، هيكون موجود. هينزل عليه كل جديد وهيبقى فيه RSS لو عايزين تتابعوه. ان شاء الله هنحط لينكات على الصفحة كده، تقدروا تتابعونا على الصفحة دلوقتي. وصلنا آخر حاجة، وصلنا لل- آخر حاجة وصلنا لها في الجلد، إن احنا خليناه بقى يتفرج، يعمل مشاهدة للملفات الملفات CSS وملفات HTML. ولكننا خلينا بيعمل حاجة تافهة جدا، إن هو بيقوم مطلع رسالة في الكونسول زي ما شفنا اهي. بقينا كل ما نعمل تعديل يطلع رسالة في الكونسول. احنا مش عايزين كده، عايزين نعمل حاجة زي مور فانكشناليتي. لأن أنا كمطور ويب أو مصمم ويب، ما مش هحتاج إن أنا كل ما أعمل تعديل مطلع رسالة، مش هيفكرني بحاجة على كده. حتى لو فكرني مش عايز أفكرني برسالة بالحاجة بس. هننزل أول بلجن لينا على الجروب عندنا، واللي هي بتعمل لنا زي ما قلنا، زي ما قلت الفيديو اللي فات. لو اتفرجت عليه متفرجتش عليه ترجع له، هيكون موجود إن شاء الله. زي ما قلت الفيديو اللي فات إن احنا هنخلي القلب المفروض جاية في القلب الماضي يخلينا نستغنى عن اكزامبل. وانا فعلا بعد ما نزلت الجواب استغنيت تماما عن الاكزامبل، مبقتش محتاجه. يعني انا بستعمل في الشغل بتاع جيسون وانجكسون وعايزكم بستعمل، بطلت استعمل الاكزامبل من ساعه ما استعملت الجواب. هي ايه هو اللي بنستعمله هو اللي بنستعمله في الاكزامبل. هو بيعمل لنا لوكال سيرفر. طب ما احنا ممكن نعمل في لوكال سيرفر، وده بالظبط نقدر نعمله بالجواب، ان احنا نقوم عاملين لوكال سيرفر على الجهاز عندنا عن طريق بلوج مع القلب. هنقدر نستغنى عن مساحة كبيرة، ملف الإكزام زي ما نقدر نمسحه، مش هنحتاج نخليه. ولما ملفاتنا نكون في أمان إن اللوكال سيرفر ده نقدر نعمل منه احنا عايزين. للعمل الحكاية ديت في اتنين، في بلوجين اهم. أنا كان الواد ده كان يوديلي طبعا ده NPM، هنلاقي في باكجات NPM اللي هنشرحه قريب إن شاء الله، وباكجات للقلب. المهم أنا كنت عايز بصراحة كنت هشرح اللايف لودر، الجلد لايف لودر، بس لقيت في بلوجين أحسن من اللايف لودر، وهعرفكم ازاي احسن. اللايف لودر ده بتعمل لايف سيرفر عندنا على الجهاز، او لوكال سيرفر زي ما بيقولوها، او اهو بيشتغل. اهي موجودة، ده استعمالها سهل. بس انا برضو شايف ان الكونكت دي احسن من ليه. اولا الكونكت دي بتعمل لنا زي لينك خاص بالمشروع بتاعنا وكده. المهم، سيبنا من دي، انا كنت هشرح بس خلاص مش هشرحها. في حاجه احسن منها في الكونكت، هي الكونكت اصلا مبنيه عليها بس بتضيف اهي اللايف لودر. هي مبنيه على اللايف لودر بس بتضيف لغه المزيد. هنعرف دلوقتي زي ما قلنا. اول حاجه هننزلها او ننزلها كده، جايين هنا اهوت وحاطينه بيست انتر. طبعا متاكد ان احنا في ملف المشروع، لو مش عارفين ازاي في ملف المشروع اهو نفتح السين دي قبل ما بس ننزلها لنا نكون بنشرح مفيده. هنلاقي نفسنا هنا بالسين دي بتاعنا مثلا نقوم كاتبين كلمه بوشد. هي اسهل واحده بصراحه من نظري، بس بعد كده نقدر نشد الملف اللي احنا عايزين نعمله بوش ده مثلا. ستوب احنا كده جايين نقعد شادين. طبعا ملفات المشروع كلها هتلاقوها هرفعها ان شاء الله على الجيت هاب واحط اللينك تحتيها اهو. جايين نقعد او نزل وندوس انتر بقينا فيها. ونكتب المسار عادي، وبعد كده نقوم حاطين بقى كانوا حاطين ده عليه طبعا اهو. هوقف لغاية ما هوقف الفيديو، هعمل بوز للفيديو لغاية ما يخلص ورجعت لكم.
اسف، ونزلناها. طبعا الورنينجز دي نسيبنا منها، دي ان شاء الله يكون في كورس عن الام بي ام هنعرف ازاي نحلها. دي كلها طبعا غلطات على موقع الام بي ام، وهي كلها warnings يعني مفيهاش غلطة ولا حاجة. كده احنا نزلناها اهي، نستخدم الملحقات كلها، سيبنا من الملحقات كلها مش تفرق معانا في حاجة. نيجي هنا نعرف ازاي برنامج اهي زي ما احنا عارفين اهو، بنعمل لها variable متغير، نعملها متغير في الملف اهو كده. نسمي المتغير مثلا connect، نسميه مش هيفرق معانا الاسم في حاجة أصلا. في النهاية هو هيرن، في النهاية هو بيرن البتاع متغير على اسم متغير الروتين. أول مرة بداية كونكت، مننساش طبعا الاسم اهو كده احنا عملنا رن. نرجع عشان معاكم. دي حاجة أساسية، بنعمل تاسك نسميه كونكت ونحطه في السيرفر ده عشان يقدر يعمل لنا اللايف، ده عشان يقدر يعمل لنا اللايف سيرفر عندنا على الجهاز. طبعا نقدر نحط التاسك ده في حتة مش هنا، مثلا نحط هنا اهو. بعد كده هنيجي اهو بيقولك اهو اعمل لها، احطها في التاسك ديفولت. طبعا هنحطها جنب الواتش، منحطهاش لوحديها لان احنا كده هنخلي الواتش يتعامل معاه. هنخليه يعني الواتش هو اللي شغل الكونكت وهنعرف دلوقتي. بعد كده هننزل اهو. دي كلها اختيارات هنسيب منها دلوقتي. هيهمنا دي زي ما قلنا البايب، بنستعمل عليها بلجن اهو. هنيجي مثلا هنا ديت اول حاجه زي ما قلنا نحط السورس ده السورس، بنعرف السورس نعمل فيه. نعمل كده اهو، او مثلا هنا سي اس اس، اي حاجه في السي اس اس اهو دوت سي اس اس. بعد كده دوت بايب. طبعا المره اللي كان غلطتي ان انا قلت له قلب دوت بايب، ما قلتوش دوت بايب على طول، احنا قلنا دوت بايب اهو. بعد كده عملنا كده اهو. بعد كده عملنا ايه، نكتب اسم البايب. طبعا عملنا ده في النكت اي بايب بيكون الاسم بتاعها نفس اسم المتغير اللي احنا عارفينه. هكذا من قاله بنقول له سيرفر اهو، هو معرف سيرفر اصلا هنعمل كده اهو. هو طبعا السيرفر دوت ريلود من هنا اهو، ولكن اسف دوت ريلود. طبعا تخليه ريلود اهو. بعد كده نمسح ده دلوقتي، نمسح ده لحد ما نبدأ نعمل. ماشي نمسحها بقى، نمسحها بقى في حتة من المطلع ونحفظ. نيجي مثلا نغير التاسك اهو، نكتب له ونستنى 5 4 3 2 1 يلا. طبعا هو بياخد وقت شوية لأن هو بينشئ سيرفر كامل. البلوك اللي عندنا على الجهاز طبعا مبياخدش أي مساحة تقريبا من النظام، يعني ملف كامل اهو، فولدر كامل. اسم جهازي كحيان شويتين اهو. هو بيقول لنا سيرفر ستارتد ات. طب ايه ده لينك السيرفر، بمعنى ان انت تاخد ده كده تفتحه عندك في البراوزر اهو، يحمل اهو. نفس الموقع اهو، مدخلنا على الموقع اهو من على الانترنت، مش من عندنا على الجهاز والله. ادي الملف اهو، ده لايف سيرفر. طبعا الملف موقع انا جايبه من غير الصور، مش بتاعي اصلا، انا واخده من واحد كده بس هو رافعه على الجيت هاب عادي اهو. ده لايف سيرفر اهو. ده كده احنا عاملين رن للكونكت عادي كده من غير اي حاجه خاصه نعملها فيه، لان احنا هنا ممكن نعمل معظم البلجنز بتبقى ليها بروبرتيز. بص اهو، ده لايف سيرفر لايف جدا. هو مساحته كلها على بعضها مساحة الفولدر كلها 6 ميجا. فانت لما تيجي ترفعه على الويب مش هتحتاج اصلا مش هتحتاج تاخد الملفات معاك، يعني المساحة تقل جدا عن 9 ميجا. تخيل تبقى مساحة موقع كده مش محتاج تنزل الاجزام عندك الجاهز. زي ما قلنا معظم البلجنز بيبقى ليها بروبرتيز بتتكتب هنا اهوت على هيئة اوبجكت زي الجيسون كده. ان شاء الله هيكون في كورس برضه للجيسون. هنيجي نقعد دي اللي احنا سيبناها، هنرد دي سيبنا منها متفرقش معانا حاجة. هنيجي عند اللايف ريلود برضه تسأل ان هي اصلا باي ديفولت بتتعمل على اساس انها بتتعمل
تعمل تروب. المهم في عندنا البورت. ايه هو البورت؟ شايفين لوكال هوست ديت ال 80 اللي بعدها ده هو ده البورت. هنيجي مثلا هنا عشان هو عندنا برضه زي ما قلنا 80 قلت لك عندنا قديم. عندنا اهو وسط الريلود ديت هنا. هنرجع عشان الله في سيرفر كده يبقى في وسط السيرفر هنا اهو كده. وهنعمل مثلا نقول البورت بقى كده عمل كده زي ما قلنا. هي بتبقى عملت 88 كمان مش 80 زي ما قلنا. مفيش حاجة بتتجدد مصر ما بيعملوش موقفينه شغالين تاني. وهنستنى 5 ثواني بالظبط. اهو عمل على الهوست 88 مش 80 المرة دي اهو. واذا جينا هنا كمان ريفرشنا هنلاقي الموقع ده وقف اهو. مفيش خالص واقف. ليه واقف؟ لان الدعم بتاع هم مش لاقيين. ليه؟ لان الدعم بتاعه خلص من على 88. خلص من 88 اشتغل على 88. كنا منزلين كاتبين هنا هو 88. نعمل انتر اوتوماتيك منه المسرح شغال. انا معرفش اذا كنا ممكن نخلي تعالى مفيش، نخلي البورت مفيش خالص. نجرب كده ونشغل تاني نشوف عن تجربة. زي ما قلنا دي تجربة سلام الخزعبلية. لا 88 زي ما هو طلع انصح مني. عاوز ممكن يديله كل مثلا فرصة او حاجة. طبعا دي تجربة سلام الخزعبلية الجزئية دي كلها تقدر تمشوها، لاني انا بصراحة ما بحبش امشي على حاجة بالعينين. احب كل حاجة بعينها. طبعا هو هنا مونتير فولتس برضه 88 هو الديفولت بتاعه نقدر نعمله. طب لو عايزين نعمل الموقع هنفتح شوية دي الاوبشنز بتاعته. هنلاقي في عندنا اوبشنز. سيبك من دي هتلاقي هوست اهي. اوبشن زي البورت. نقدر مثلا نقول له بورت 00 وهو مثلا نقول له هوست. طبعا ده بياخد سترينجات. مثلا هقول له هوست HTTP. يعني ما لكمش ان انا كان نفسي يبقى عندي موقع وانا صغير كان نفسي يبقى عندي موقع اسمه سام دوت كوم. وهنجرب كده يمكن نقدر نعمل سام دوت كوم عندي على الجهاز. ابقى حققت جزء من الحلم يعني. فاهو الموقع. طبعا هي كانت غلطة ان كتبت HTTP. كويس ان انا عملتها عشان مش بس نعملها. هنا متكتبش HTTP اكتب سام دوت كوم بس. طبعا انا كتبت البورت 0 برضه راح مديني هوني 88. فغلط. وهو عمل رن على سالم دوت كوم 88. ده لايف سيرفر اهو سالم دوت كوم 88. طبعا ده كان حلم ان انا يبقى عندي موقع وانا صغير. عرفت في حاجة زيني. طبعا احنا هنا مش عاملينها عشان نلعب، عاملينها عشان الدرينكات. الحمد لله الحاجة دي احنا ممكن نسيبها على الديفولت عادي. مش تفرق معانا في حاجة اصلا يعني. مش تفرق معانا في حاجة. ان كان سالم دوت كوم احمد دوت كوم اكزامبل دوت كوم متفرقش اهي. الله الموقع مش شغال. القسم مش شغال. المهم يعني خلينا نرجع دلوقتي. عندي الدوتات شغالين. انا اسف على التأخير دوت. دلوقتي هنخلي الشرح ونكتب الشرح على كده. هنستنى ما يرن اهو. طبعا مشروع شوية هعرفكم ازاي تدخلوا الجواب برضه اللي يفتح الموقع والكلام ده كله. يعني مش هنبقى بنعمل حاجة تقريبا اهو. دلوقتي انا مخليه زي ما قلنا اهو. مخليه يعمل واتش استعمال عن تغيير في ملفات CSS. يعني على سبيل المثال خلينا نجيب فكرة أول عشان نشوفها. ادي البادي اهو مثلا. لا مش ماشي. نعمل في البادي اهو الفونت سايز 2 em. البوزيشن ريليتيف. طبعا انا عامل حاجات كتير هنا. مثلا الباننج اللي في الناف بار دوت هنجيبه اهو. طبعا الموقع شغال اهو. هم جايبين الباننج اللي في الناف بار هم مغيرينه. نخلي 60. هم ده سنسيف مجرد من السيف. نشوف اللي حصل هنا اهو. اللي حصل ان هو ستارت فينيش. نيجي اهو نجيب كده نشوف التغيير اذا كان تم ولا لأ. المفروض بيعمل لا. طبعا هو موقع ريسبونسيف اصلا. وانا كنت بقى شغال شغل من شوية شغال يعني.
فهنجيب النافبار فين هيدر اهو، النافبار اهو، ولا هو نافبار اصلا؟ الهيدر فيه كلاس وفي ناخد كلاس نافبار. عندي كلها كلاس الستراب. هو ومن واضح انه قفل اللايف سيرفر تقريبا، لو مش عارف. هو ده نافبار، هو ما عملش اللي احنا قلنا عليه. وعودة حميدة، وان الغلطة طلعت في البراوزر عندي. في حاجة أنا استنبهت بيها، إن أنا بقالي كتير ما نزلتش، يعني عامل عندي ملف جوه، بس هوريكم ده شكله أنا عامله بيدير كل المشاريع تقريبا. فنسيت موضوع الاكستنشنز دوت. طبعا في اكستنشن بتنزل على الكروم، أنا عايز كانت موجودة على الفايرفوكس لأ. الاكستنشن دي اسمها لايف ريلود. سيبنا من ده كله. بعد الأساس إن شاء الله هتحط في فيديو اسمه، هيكون اسمه أحسن وظيفة للموبايل زي ما انتم شايفين. ممكن جميل جدا على فكرة. عندنا ديت اهي اسمها لايف ريلود. انا هحط اللينك تحت الفيديو اهي. هي بتكتب، وانا المهم يعني هحط لكم اللينك تحت الفيديو. هي بتشتغل على اللايت سيرفر اهي، ابص لها كده اهي. لايف ريلود كونكتد. دلوقتي احنا عندنا ده اهو. انا عملت الداتا دي. طبعا هو انت لو شغلتها على البراوزر من غير الاكستنشن دي مش هتشتغل لايت سيرفر، مش هيكون فعال، مش هيعمل اي حاجة. هنخليها اسود نشوف معاه ده سيسير. كل ما نعمل ده نستخدمه بنتحول صورة. نقدر نغير أي حاجة بقى، أي حاجة احنا عايزينها نقدر نغيرها عادي، بس نخليها على الأول عشان نحل قدام. ودي كانت إضافة كونكت، اللي هي مبنية على إضافة لايف سيرفر، اللي هما الاتنين تبع الجولد. دي كانت أول حاجة، دي كانت أول حاجة الجولد. وعمالة في الجولد هو دي تبقى مندرج تحت حاجات في المشروع بتاعنا، فده يشمل على حاجات في المشروع بتاعنا إن هو يعمل لنا حاجات معينة. المرة دي خليناه يعمل لايف سيرفر ران. ان شاء الله هنضيف له حاجات ان شاء الله. لينك اللايف ريلود ديت، البلجن، لينك الاكستنشن بتاعت الاكسلريتور ده هيكون هيكون موجودة تحت الفيديو. وهحاول ادور على لينك واحدة للفايرفوكس لقيته احطه تحت الفيديو. طبعا انا وعدتكم ان انا هوريكم ملف الجد وانا شغال بيه، بس محدش يعني يتخض لو شافه الخض في الجد. طبعا اشكره معقد اي حد، لكن هو بسيط جدا. هو اهو في شوية بلجنز نازلين. طبعا احنا هنقدر ننزل كل واحدة في البلجنز دول، هنخليهم كلهم عندنا. اللايف سيرفر اهو زي ما احنا شايفين. دي الحاجات اهي، دي البايبس اهي. هو الملف سهل وبسيط، اهو الملف سهل وبسيط، بس عظيم جدا في اللي بيعمله يعني. انا اقدر اقول لكم ان انا بكتب اي حاجه في مشروع كود الصفر، هو بيقوم بالواجب كله يعني. انا شغال ببج اس اس، بيقوم هو بتحويل الاتنين لسي اس اس. نديله كمان ان هو ممكن يضغطهم، نديله كمان ان هو يقدر يضغطهم بعد شويه. عندنا الايمج، حاجه للايمج زي ما كنت نزلتها وما نزلتهاش. في عندنا او بي ان دي هنشرحها برضه، هتكون فيها ان شاء الله موضوع الفيديو الجاي. لان الفيديو ان شاء الله هنشرح ازاي نخلي الجوجل يفتح هو البراوزر بدل مننا. يعني بمجرد ما نقول له افتح، بمجرد ما نقول له ان انا يكتب كلمة جولد، يقوم مشغل لايف سيرفر، ويقوم فاتح لنا لايف سيرفر في البراوزر من نفسه. نعرف ازاي نحدد البراوزر اللي يفتحه كمان، ونقدر نحدد الستنجز اللي يفتح بيها ان شاء الله. اسف لو الفيديو ده طول عليكم، يعني مكانش بإرادتي، انا بحاول اختصر فيديوهات على قد ما اقدر، لكن بياخدني الكلام وبحب اشرح، لان انا بحب اشرح كل كلمة بتتعمل، كل كلمة مكتوبة، عشان نبقى فاهمين كل حاجة بالظبط بتعمل ايه اللي احنا مفهمناش. طبعا انا في حاجة كمان، اللايف الكونكت سيرفر، لو حطيت لها ايه هي لايف سيرفر سريعا كده. اللايف لود دي اللي بتشغل، اللي هي بتديله الامكانية ان هو يشغل دي، ان هو يشغل الاكستنشن دي ايه، ان هو يشغلها. لو حطيناها فولس مش هشغلها، لو حطيناها فولس وقفنا دي وشغلناها، مش هشغل لايف لودر. هيبقى عنا احنا بس، يبقى عنا احنا تريد اللايف لودر. فدي احنا بنديله طرق ان هو بيخليه يقدر يشغل اللايف لودر هو بشكل اوتوماتيكي. طبعا زي ما قلت لكم هحاول ادور على واحدة للفايرفوكس
كل واحد بيستعمل متصفح كده، لو كده يحطوه تحت التعليقات وأنا هحاول أدور لك على نسخة من التطبيق دي. أهو هو هنا ابتدى، هو بس مش شغال فيه. حلو. هو هنا كده فعليا هو شغال السيرفر بس مشغلش اللايف، هو شغالها كمان. طب كويس، انا كنت فاكر ان هو مشغلهاش، لو عشان اسمه بالفاضي يبقى هي ملهاش لازمة فعلا من الوقت من الأول. يعني عشان دي كانت هتقف هنسيب وهوب ما عملهاش ريلود، يبقى هو كده ما بيشغلش حاجة لايف ريلود. هو فاتح لنا السيرفر بس مش بيعملش الريلود من اللي فات، فلازم نعملها طرق يعني هيبقى مساعدة كتير. يعني كل شوية بنعمل ريلود الملف، لا هو يعمل لها ريلود اوتوماتيك. آسف لو الشرح طول عليكم، إنه فعلا مطول. وبكده نكون شرحنا ازاي نعمل اللايف سيرفر عندنا. وبكده نقدر اقول لكم بكل بساطة ان انتم من النهارده تقدروا تستغنوا عن اكزامب وامب لامب ايا كان بتستعملوا، تقدروا تستغنوا عنه لان هو فعلا ما يبقاش لازم بعد كده. انا عندي عن نفسي اهو بحط الفايلات بتاعت الحاجة اللي انا عايزها، وانا اعمل لها بارتيشن خاص بالشغل. اصلا هو في الملفات بتاعت الشغل بعيدا عن الاكزامب هنا. انا فعليا منزل عندي اكزامبل، لكن سمعت ان انا بقالي فترة كبيرة جدا ما بستعملوش، يعني الملفات اللي عليه دي بقالها فترة واقدر دلوقتي. بكده نكون انتهينا من الشرح النهاردة. يا رب ما يكونش الشرح عجبكم، أنا آسف لو الشرح طول. آه إن شاء الله موعدنا مع درس تانية. متنسوش تقولوا في التعليقات إذا كنت أعمل فيديو أو فيديوهين في اليوم عادي، يوتيوب فيسبوك أيا كان، هاخد بالتعليق عشان أبقى عارف. وأنا بحاول أخصص وقت للقناة، وقت لوحديها. إن شاء الله من الفيديو اللي فات، أو فيديو من أول فيديو هينزل على القناة من النهاردة الفترة اللي فاتت. طبعا سنة سعيدة عليكم، سنة سعيدة عليكم. إن شاء الله من الفيديو الجاي هحاول أشيل الإعلانات من عليها. أنا حطيت الإعلانات من على الفيديو الأول بغرض الربح، لكن أنا حاليا الحمد لله يعني شغال وكده، فمش محتاج الربح اللي يجي من القناة، خصوصا إن هو مفيش ربح تقريبا. فهحاول أشيل الربح من عليهم. أنا هخلي الفيديو لوجه الله، تبقى علم للناس، لأن زكاة العلم من العلم. يا رب يكون الشرح عاجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.